يا هلو، ازيكم عاملين ايه؟ كنت في مشوار من شوية. كنت بقضي شوية طلبات كده، وعديت في المعادي. عندنا في محل اسمه المدينة المنورة، ألبان المدينة المنورة في شارع اللاسلكي. أنا مش بعمل دعاية عليه يعني، بس بيبقى عنده رز بلبن تحفة يجنن الحقيقة. المهم، طلبت الطلبات اللي انا عايزاها من عندهم وتمام فل الفل. وخصوصا الرز بلبن عندهم، مش عايزه اقول لكم حكايه. المحل ده انا بروحه من التسعينات، ايام ما كنت في الجامعه، وحاجته ما شاء الله نفس الجوده، نفس الكواليتي، نفس كل حاجه من ساعه ايه ما فتح لحد الان. ما قلش في حاجه، بالعكس. ربنا يبارك لهم. على فكره انا مش بعمل دعايه ليهم خالص، برجع تاني واقول ده مش دعاية ليهم، ده بمناسبة الكلام. يعني انا كنت فين وبعمل ايه علشان اشرح لكم اللي جاي. المهم، طلبت يعني كاب اركب تاكسي وكده. لا، مش عايزة اقول اسم الشركة يعني. و ظهر لي حد وجاي لي، انا كنت بدفع كريدت. فجالي فكلمته، قلت له انا واقفة في الحتة الفلانية قدام كذا. فقال لي دقيقة يا فندم وبقى عندك، وركبت معاه. اول لما ركبت لقيت على تحت كده عند الدواسة حد جميل كان راكب قبلي، ربنا يسامحه بقى. واكل حاجة وحاطط رامي في الأرضية في الدواسة، يعني الشوكة والمعلقة والكيس بتاع الأكل، وسايبهم وماشي وعادي جدا يعني. فلما فلميت الحاجات في شنطة كده في الباج واديتها اللي بيسوق العربية. كان شاب ظريف كده، يعني قريب من عمر ابني. فبقول له انا لقيت الحاجات دي حد رميها. قال لي والله مش انا. قلت له حبيبي ما انا عارفة دي، بس عشان ايه؟ لما تيجي اي باسكت ترمي فيه الحاجة. قال لي تمام. قلت له انت شكلك كده انت في جامعة. فانا عادة عمري ما بتكلم مع حد وانا راكبة اي كاب، اي تاكسي، اي مواصلة، ما بيحصلش. بس هو اثار فضولي شوية. فقال لي انا في كلية هندسة. والله طيب، يعني زي ابني. طيب جميل، انت في سنة كام يا حبيبي؟ فقال لي انا في سنة تالتة. قلت له قسم ايه؟ قال لي مدني. قلت له ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب وكده ويوفقك ويعمل لك الصالح. آم، عجبني جدا جدا. هقول لكم ثانية واحدة بس اكل معلقة واقول لكم عجبني ليه. شاب في كلية هندسة، وشغال على عربيته عشان يطلع انكم زيادة عشان يغطي التكاليف بتاعة الجامعة بتاعته. شابوه. شابوه للأب والأم اللي ربوا. شابوه للمنتاليتي بتاعة الولد الجميلة. فقلت له يلا بقى الجدعن وربنا يوفقك وتتخرج وتشتغل. فمن الكلام كده قال لي على فكرة الشغل مش سهل أبدا، صعب، وأنا مجالي للأسف مدني. في ناس كتير فيه وكده. قلت له هو على فكرة في مصر هنا مش بالشهادة، باللي بعد كده، بالعلاقات، بالكورسات، باهتمامك انك انت تعملك كارير باث، بانك انت تحسن وتطور من نفسك. هو ده اللي بيفرق. ياما ناس ياما ناس معاها شهادات طب وهندسة وقاعدين في البيوت وقاعدين على القهاوي، وناس تانية معاهم يعني معاهد ومعاهم كليات بدون، يعني ده مش تحيز ولا تنمر ولا اي حاجة، بدون اي حاجة عملوا من نفسهم حاجة وخدوا كورسات وظبطوا حالهم وعملوا انترشيب في حاجات وبقوا ما شاء الله عليهم. في ناس منهم اعرفهم يعني ماسكين مراكز. المهم، فقلت له طيب، في مواقع كذا 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 تقدر تشتغل عليها فريلانسنج، تاخد كورسات اوتوكاد، رانيو، 3 دي ماكس، الحاجات دي كلها تفرق. قال لي ما انت دارسه عارفه بقى. قلت له معلش، ما اصل انا كنت في المجال شويه قبل كده فعارفه، وتقدر تشتغل فريلانسنج بقى، اب وورك، فايفر، مستقله، خمسات، الحاجات دي. قال لي طيب ممكن حضرتك تبعتي لي
فطلب مني المواقع دي، فقلت له طبعا يا حبيبي يعني انا الرقم اللي اتصلت عليك منه ده انا هبعت لك عندك واتس. قال لي اه. قال لي قلت له خلاص تمام، انا هبعت لك عليه المواقع بتاعت الفريلانسنج وكده وربنا يوفقك يعني. قال لي على فكرة انا يعني والدي ووالدتي عايشين في الامارات. قلت له يعني انت عايش في الامارات وبتشتغل هنا؟ قال لي اه. قال لي ما انا اصل اول لما نزلت انا ما كنتش عارف اتعامل وما كنتش عارف احتك بالناس وكده، كنت نازل علشان الجامعه. قلت له تعالى لي يا حبيبي، ده انا عانيت نفس المعاناه اول لما نزلت من الكويت عشان اكمل دراستي في الجامعه هنا. قلت له انت يعني اتظبطت اتكحرت يعني؟ قال لي اه اتكحرت. قال لي وانا السنه ثالثه السنه اللي فاتت دي انا كنت كلها بشتغل في العاصمه الاداريه وكده وبتاع. قلت له اتكحرت يعني؟ قال لي اه الحمد لله. آه فقلت له انت ناوي بعد كده ترجع لبابا وماما كده؟ فقال لي لا انا عايز اشتغل شويه في مصر وعايز اخد اكسبيرينس. وقلت له بص هقول لك حاجه، يعني انا سامعه دلوقتي ان في انترشيب ممكن تسافر قطر في اكسبو دلوقتي معمول وفاتحه للناس اللي عايز يعني ياخد اكسبيرينس، وبيدوهم بوكيت ماني وسكن عليهم وكلام من ده كله. قال لي لا انا عايز اشتغل شويه في مصر، عايز الاول في مصر اتعلم واخد اكسبيرينس كويسه وبعدين اسافر، افكر ان انا اسافر اشتغل بره. بجد انا فرحت بيه جدا، كأنه ابني ونفس الاحساس كده. فرحت بالدماغ، فرحت بالمنتاليتي، فرحت بطريقة التفكير، فرحت ان هو مش بابا وماما واعتمد على بابا وماما وخلاص والدنيا كده فلالي، والعيشة فل الفل، اعتمد على ابويا وامي ويجيبوا لي العربية ويجيبوا لي الشقة ويجوزوني ويصرفوا عليا ويعملوا عليا. لا يعني عجبني، ومتوقعه له ان شاء الله مستقبل باهر. الشباب اللي زي دي اللي بتفكر ان هي تعتمد على نفسها وما تعتمدش على اهاليها بالرغم ان اهاليهم عندهم دول شباب، هم دول الامل في بكره، هم دول اللي بيحسنوا الوضع ويحسنوا الانتاجيه ويحسنوا العقليه ويحسنوا المستقبل. ربنا يكتر منه يا رب. وبجد زي ما بنقول دايما السلبيات اللي موجودة عندنا، نركز حبتين كده على الإيجابيات، ولما نشوف حاجة حلوة نقول عليها حلوة، نقول فيها حاجة حلوة، لسه فيها حاجة حلوة والله، وهيفضل طول عمرها فيها حاجة حلوة. شابولي وشابول اللي ربى وشابول اللي علم، وربنا يوفقه في آخر سنة يا رب، وربنا يوفقه في شغله ويحقق له كل أحلامه يا رب، ويخليه أسعد الناس. ولد محترم متربي، تحس كده بالصلاح والفلاح فيه. و يعني بجد راجعة مبسوطة جدا من بره، واللي بسطني اكتر ان انا باكل معاكم الرز بلبن التحفة بتاع المدينة المنورة تاني. بس والله العظيم والله العظيم مدعية ليهم، بس لازم تجربوا، اللي يجي المعادي لازم يسأل عليه ويروح له. شكرا.